الزمالك يعارض الاهلي بسبب زيزو، ورمضان صبحي ينقلب بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا. الزمالك يعاند الاهلي بسبب صفقه زيزو. نادي الزمالك ارسل خطاب رسمي للاتحاد المصري لكره القدم عشان يستعجل الرد الخاص بموقف الشكوى المقدمه ضد احمد سيد زيزو لاعب الفريق اللي بينتهي عقده بنهايه الموسم الجاري، عشان الزمالك عايز ياخد رد. لو مش عاجبه الرد يطلع على الفيفا ويقدر يوقف قيد زيزو مع الاهلي. الزمالك خلاص عارف ان زيزو هيروح الاهلي، ولكن كل اللي عايزه انه يقدر يخصم من اللاعب فلوس من مستحقاته المتاخره. تاني حاجه واهم حاجه ان يخلي زيزو ما يقدرش يلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه، مستغل بندين في العقد الاول ان اخر دفعه في عقد زيزو يوم 1 يوليو 2025، وده وفقا لكلام الزمالك ان اللاعب معاهم لحد التوقيت ده او اسوأ الظروف لنهايه الموسم اللي هو يوم 12 يونيو نهائي كاس عاصمه مصر. الزمالك بيعاند وعايز يعطل قيد زيزو في قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بأي طريقة. هنشوف هينجح ولا هيبقى فيه مفاجآت. رمضان صبحي ينقلب بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. في تطور غريب ومفاجئ، رمضان صبحي بعد فوزه مع بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ بيراميدز رفض عرض انتقال للأهلي واللي فتحوا معاه بعد التتويج. واحد من رجال الأعمال الأهلاوية اللي اتصل برمضان صبحي وبارك له على التتويج وقال له بالنص أنا ممكن أرجعك للأهلي تاني. رد رمضان صبحي كان صادق، قال أنا مكمل مع بيراميدز وعندي طموح اكبر، وكاس العالم للانديه 2029 هشارك فيها مع بيراميدز. احنا كسرنا النك فهنفوز بكل البطولات اللي جايه. وده يعتبر رد غريب غير موقف رمضان صبحي اللي كان بيحاول بكل الطرق انه يرجع للنادي الاهلي، ولكن واضح الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا غير حاجات كتير في تفكير رمضان، ومنها قصه عودته للاهلي من تاني. السله ينفي مشاركه الاهلي والاتحاد في بطوله افريقيا. اتحاد كره السله سريعا قفل باب الكلام والاجتهادات في قصه ان ممكن نشوف الاهلي والاتحاد في بطوله البال او دوري ابطال افريقيا في نسخه 2026، وده في حاله فوز الاتحاد السكندري بنسخة 2025 واللي هيشارك فيها خلال ايام بصفته بطل الدوري المصري للسوبر الموسم الماضي. اتحاد السلة وضح وقال ان حامل لقب البال مش هيشارك في البطولة في النسخة اللي بعدها، واللي بيشارك في البطولة بطل الدوري المحلي بس، وبكده بيكون الاهلي هو اللي من حقه المشاركة في البال في الموسم اللي جاي بعد الفوز بدوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري بعد الاهلي ما فاز بالمباراة الفاصلة عشان يكون مجموع انتصاراته 3 مباريات مقابل 2. الاهلي بيفوض لاعب يد الزمالك المعار. النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع بجاد مروان لاعب سبورتنج لكرة اليد اللي كان معار للزمالك في بطولة افريقيا الاخيرة عشان يضمه من بداية الموسم اللي جاي بعد تقديم عرض كبير للنادي. الاهلي حاليا في المراحل الاخيرة لانهاء الصفقة عشان يقطع الطريق امام بجاد مروان اللي كان منتظر تقديم الزمالك لعرض رسمي لضمه بعد انتهاء العرض، ولكن الاهلي اتحرك بسرعه وتقريبا قرب ينهي الصفقه خلال الساعات الجايه. خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا في الجديد وما تنساش تسيبوا رايكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهارده، هل الاهلي يحتاج الى تواجد رمضان صبحي في قائمته في الموسم القادم؟